هل يرحل ميسي عن باريس؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن كل اخبار الدوري المصري والكره العالميه. قبل بس ما نبدا، يا ريت تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اعمل لايك للفيديو ويلا بينا نخش على الفيديو. نبدا كده على طول باخبار النادي الاهلي، ونبدا على طول بصفقه مروان عطيه. خلاص اللاعب بشكل رسمي هيكون متواجد مع الاهلي خلال ايام او خلال ساعات. طب هل كده الاهلي خلاص خلص كل صفقاته ولا لسه هيتعاقد كمان مع لعيبه؟ الاهلي اتعاقد مع لاعبين، لكن الاعلان الرسمي هيكون خلال ساعات، ومن ضمن اللاعبين دول لعيب مهاجم اجنبي. دي كده صفقات النادي الاهلي. اتكلم بقى كده في موضوع محمد كريستو. اللاعب هيشارك مع الاهلي في كاس العالم عادي جدا، بس بشرط لازم يكون معاه البطاقه الدوليه، والنادي النجم الساحلي هيبعتها خلال ايام قليله قوي. دي كده القصه بتاعت محمد كريستو. اللاعب هيشارك بشكل طبيعي بس لما البطاقه الدوليه تجيله. اتكلم بقى كده في موضوع كهربا، وهل هو هيلعب مباراه المصري البورسعيدي زي ما احنا قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. اللاعب هيشارك بشكل طبيعي جدا في حال تم دفع الغرامه او ما دفعش، بس الفيفا توافق اللي هو يلعب، وهو هيشارك بشكل طبيعي جدا. والنادي الاهلي النهارده برضه قيده في قائمه المبدئيه لكاس العالم، وده دليل على ان كهربا هيرجع ويشارك مع النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا. طب بيرس ده هيرجع امتى؟ بيرس ده وخلاص قدامه اسبوع وهيرجع وهيشارك مع النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا. هو حاليا بيتدرب برامج تاهيليه وان شاء الله هيرجع في اسرع وقت. ملحوظه نسيت اقولها في صفقه مروان عطيه. الاهلي النهارده اعلن بشكل رسمي ان هيرحل محمد محمود وعمار حمدي من ضمن صفقه مروان عطيه على سبيل الاعاره لمده 6 شهور لنادي الاتحاد السكندري، وممكن نادي الاتحاد السكندري يمدد لهم سنه كمان بعد ال6 شهور. دي بس حبيت اقولها وحبيت اوضحها. والاهلي النهارده كان بيتدرب استعدادا لمباراه المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم، وشارك في التدريبات محمد كريستو وخالد عبد الفتاح، صفقتين الجداد. ودي كده كل اخبار النادي الاهلي. نخش كده على اخبار نادي الزمالك، ونبدا كده مع بعض بقائمه نادي الزمالك لمباراه الاتحاد السكندري غدا. المباراه طبعا هتكون الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. وبرضك غاب احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه عن القائمه. المباراه بكره الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره على استاد اسكندريه. نتكلم بقى كده في موضوع محمود شبانه. الزمالك عاوز يرجع اللعيب بشكل كبير جدا، وعاوز اللعيب يرجع في اسرع وقت ويشارك مع الفريق في المباريات الجايه. اللي مانع نادي سموحه زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. النادي سموحه طالب 1,000,000 جنيه في قطع الاعاره. طب اللاعب هيرجع؟ لسه لحد دلوقتي مفيش اخبار رسميه، لكن الزمالك بيحاولوا بقوه لقطع الاعاره ويرجع اللاعب لنادي الزمالك بشكل طبيعي جدا. خلال الساعات القادمه هي اللي هتحسم محمود شبانه هيرجع نادي الزمالك ولا هيستمر مع نادي سموحه لانتهاء عرضه. دي كده قصه محمود شبانه. ونروح بقى نقول مع بعض كده مباريات الدوري. بكره هيبقى معانا ماتشين الساعه 3 الا ربع، وهو ماتش الداخليه امام البنك الاهلي، وسموحه امام طلائع الجيش. والساعه 7 مساء بتوقيت القاهره ماتشين برضو في فيوتشر وبيراميدز والاتحاد السكندري والزمالك. دي ماتشات الدوري بكره. نروح بقى نقول كده الاخبار العالميه. نبدا كده بميسي. طبعا احنا عارفين ان العقد ميسي هينتهي في يونيو الجاي مع باريس سان جيرمان، وليه الاحقيه اللي هو يروح يلعب في اي نادي اخر. واللعيب لحد اللحظه دي مش عاوز يجدد مع باريس سان جيرمان، وميسي جاله عرض رسمي من الهلال السعودي لضمه، لكن الله اعلم لحد اللحظه دي مفيش اخبار رسميه اكدت ان ميسي عاوز يروح الهلال او عاوز يجدد مع باريس. وفي كلام ان ميسي عاوز يرجع برشلونه، وفي كلام ان برشلونه عاوزه ترجع ميسي. نسيت برضو اقول امبارح ان جاريث بيل اعلن اعتزال كره القدم نهائيا، ولوريس حارس توتنهام وحارس المنتخب الفرنسي اعلن اعتزال الدولي. ودي كده كل اخبار النهارده، وكده كنا وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا، مع السلامه.